انت هنا يا ام حماده وانا دايخه عليكي. في ايه؟ حصل ايه؟ مصيبه بعيد عني. يا لهوي، مصيبه ايه؟ وقعتي قلبي. بنتي بتعمل عمليه اللوز. يا اختي دي بقت عمليه سهله قوي، بيعملوها دلوقتي في 10 دقايق. ما تخافيش يا نوسه. القصه مش في العمليه ان شاء الله تقوم منها بالسلامه. الموضوع في الشغل هنا. ايه، مش عايزين يدوكي فلوس؟ عايزه كام؟ مستوره والحمد لله. امال ايه حكايتك بس؟ حيرتيني معاكي يا نوسه. اجازاتي كلها خلصت واي غياب تاني هيبقى بالخصم. انا مش طالبه غير يومين بس تشيلي فيهم الشيفت بتاعي وبتاعك. بس احنا الاتنين في شيفت واحد. ما انا ظبطت وقلبت نفسي شيفت تاني. هما يومين بس يا ام حماده. ما هو انا ويلي ويلين يا سيب البت لوحدها يغيب عن الشغل. ما هو انا لو كانت امي عايشه كانت قعدت بيها. الله يرحمها. حاضر يا نوسه، بس هما يومين اتنين بس. انا ما اقدرش يا اختي استحمل شيفتين اكتر من كده. ادعي لها بس انت تخفي بسرعه وان شاء الله يبقوا يومين وبس. هسيبك بقى واجري على المستشفى لحسن سايباها مع ابوها وده لخمه قوي ما يعرفش كوعه من بوعه. اتكلي على الله وربنا يقدرني. ربنا يقدرني على رد جمايلك. يا مشريف، انت يا ولاد مشريف، رد يا غندوره. ايه ما وحشتكيش؟ جرى يا عواطف؟ احنا مش خلصنا خلاص وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات؟ لا يا حبيبتي، مش لازقوا في بعض تاني. اصل انا بقى سكنت هنا في بيت ام احمد قصادك، يعني كده بعون الله هصبحك وامسيكي، ومن هنا من على الشباك وانا في بيتي، ولا هتعب رجلي وانزل لك مخصوص. كتر خيرك يا اختي ونعم الجيره. بقول لك ايه يا وليه، اوعى تكوني فاكره انك هتضحكي عليا بالكلمتين بتوعك دول عشان ما اخدش حقي منك. لا، ده انا خلاص نويت ابطل الطعميه وافضلك. خلاص يا عواطف، انا نازلالك يا اختي. يا اختي اهلا وسهلا، ولا اقول لك لا استنى اما اخاف شويه، اصل انا بخاف قوي منك. استنى ما ترعشتي رعشتين كده وقعت الحلا مدهول. في عواطف، وانا نفسي اتقطع طالع نازل من الصبح لما خلاص مت. ما ينقطع على روح في 60 داهيه، اديك عوضت الحاجه. هعدلها. ما تعدلش حاجه لا تنقطم في ايدك وجعت مرقبتك. لسه في حاجه عند عماد؟ في حاجات كتير عند عماد. طب يلا غور هاتها حاضر. بسرعه قبل الناس ما يجوا بتوع العفش. حاضر. على مهلك الحاجه تقع منك تاني. أنا نازلة يا أختي أبوس إيدك واستسمحك قدام الحارة كلها. امشي. مين قال لك انا عايزه حد يبوس ايدي؟ طب يا أختي قولي لي عايزة إيه؟ إيه اللي يرضيكي وأنا أعمله؟ اللي يرضيني اهزقك كده في الراحه والجايه قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. أنا تعبت يا عواطف، أنا تعبت، حرام عليكي بقى، ارحميني يرحمك ربنا. وانت ما رحمتنيش ليه لما رميتيني انا وعيالي في الشارع؟ كانت غلطة يا أختي، سامحيني. وهو ربنا كرمك وسعيد رجع كامل وأخدتوا شقة أحسن من اللي عندنا. سامحيني يا أختي، هاتي إيدك أبوسها. استغفر الله، ما تشيلنيش ذنوب. يعني خلاص يا أختي اتصفينا؟ بس بشرط اشرطي يا حبيبتي. تيجي تباركيلي على الشقه الجديده وتزوريني هنا. من العين دي قبل العين دي، وهجيب لك معايا زيارة. زياره؟ زيارة ايه يا مو زيارة؟ يا معفنين يا مقشفين، ده انتوا بتخافوا تخشوا الحمام لا تجوعوا. كل العمال المصريين عايزين يقبضوا وما يشتغلوش، وفاصلين تماما بين الشغل اللي بيشتغلوه والفلوس. ايه ده؟ جليلة؟ بتعملي ايه عندك؟ اصل انا انطقي فورا، انت الشفت بتاعك خلص من بدري، ايه اللي معادك لحد دلوقتي؟ ما انا هقول لحضرتك. سهير، روحي انت دلوقتي لحد ما اشوف المصيبة عملت ايه. هشوفك تحت. باي. في حد جوه؟ لا يا فندم، حاشا لله، وانا بتاعت الحاجات دي. امال ايه الحكاية؟ قولي بسرعة من غير ما تكدبي. حاضر. اصل نوسه بنتها بتعمل عمليه اللوز وقصدتني اخد الشفت بتاعها. طب ونوسة ما قالتليش ليه؟ ما هي خافت تقول لحضرتك تخصم لها. واتفقت معاكي بقى تديكي فلوس الشغل اللي انت هتعمليه بدلها ده؟ لا والله، انا مش قصدي احلف، انا بعملها خدمه. يعني انت تشتغلي وهي تقبض؟ الهي ربنا يرزقك بابن الحلال يا مدام ايمان، ما تخصمي منها حاجه. انا راضيه اشتغل وهي تقبض. طب مش كان المفروض تقولوا لي ولا انا بقى اخر من يعلم؟ معلش، دي غلبانه وبنتها في المستشفى. خلاص يا جليل، عشان الموقف النبيل اللي انت عملتيه ده همشيلها قبضها، بس هحسب لك كل الايام اللي اشتغلتيها مكانها اوفر تايم. الهي ربنا يرزقك بابن الحلال ويعوضك عن طليقك. نعم. وانت عرفتي الحكايه دي منين بقى؟
نوسه قالت لي. خد يا زلطه، مش خساره فيك. ايه ده؟ ده انا طالع تروحي معاكي وفي الاخر 5 جنيه. انا عايز من الاخضر. ايه الاخضر ده؟ برسيم؟ العب بره يا ولا، قلت لك. لا دولارات من اللي كانت في الزكيبه. هو سعيد ما سالهاش عندك؟ ده انا ضغط عليها ومش عارف هي فين. زكيبه ايه ده ولا؟ اذا جبت الفلوس ده كل الناس بتتكلم عليها، اللي كانت في شنطه العربيه. ايه الزكيبه دي؟ انا ما اعرفش عنها حاجه. عواطف، عواطف. نعم يا اخويا نعم. ايه ده؟ لحقت تعمل لي كل ده في يوم؟ يا لهوي، ايه مالك في ايه؟ في ايه يا راجل؟ ما دخلتش برجلك اليمين، ما قلتش اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ودخلتشها كده ومستغرب في وشي. يعني انا هحسد شقتي عواطف ولا هي مش شقتي برضه؟ يا اخويا ما يحسد المال الا اصحابه. كده يا مصوفة الرقبه، ده السرير اللي قلت لك وضبيه، قومي فين؟ ما خلصنا بقى عواطف، فين الفلوس؟ جرى يا واد، امال اللي في ايدك ده ايه؟ لا على 5 جنيه وما تاكلش معايا، انا عايز 50 جنيه. صح يا ما تاكلش معاك، استنى بقى سعيد يبقى يديك مزاجات الفلوس، امشي يلا. خلاص هبقى افوت عليه بالليل. يبقى فوت عليه بالليل. ايه ده؟ صحيح عواطف؟ ايه؟ لحقت تعملي كل ده في يوم؟ ايه الشك؟ ينعم لك السكه، لو عايز لبن العصفور 1000 من هيجيبهولك ما دام معاك فلوس. ده حلم ده يا ولاد. ده احلى من الحلم. شقه كبيره وواسعه وبرحه، وكمان جبت فرش جديد. اول فرش القديم اللي نزلتيه الصبح. بعته، خلص مدته واستوفى. يا خوفي لا تغيريني انا كمان ولا تبيعي لي بتاع الربابيكيا، ما انا خلاص استوفيت. سعيد اللي مش هيرضى اصله بيحبك. خرب عقلك، يعني انت عايزه تغيريني؟ الله، وفيها ايه؟ اشوف لي بقى كتكوت صغنن كده يدلعني الكام يوم اللي فاضلين لي. اخص عليكي، بقى دي اخرتها. ولا بيعك بفلوس الدنيا كلها. بالك لو قالوا لي ناخد عين من عينيكي ولا ناخد اسماعيل، هقول لهم خدوا الاتنين وسيبوا لي ابو عيال. يا خرابي، ده الفلوس مش بتنعم السكه بس، ده بتنعم القلوب كمان. يا سعيد انا عمري ما كان هدف اضرك، انا بدور على مصلحتي، وانك تدور على مصلحتك فدي حاجه ما تزعلش حد. طبعا يا عم رامي، فكك بقى من قديمه وخلينا في جديده. أؤمر. ولا حاجه، انا ليا عندك 64,000 جنيه فات عليهم 4 سنين. شوف انت بقى، انت وضميرك يا سعيد. يبقى انت كده مش عايز تخلص يا معلم رامي. ليه يا عمده؟ هو اخد الحق بيزعل ولا ايه؟ يا جدع انا جايب لك الفلوس دي من عدم، لا انا ولا انت كنا نحلم الفلوس دي ترجع تاني، صح ولا لا؟ فساعدنا عشان نخلص ونخلص. لا شكله شمال من اولها، هيقول لك بقى 4 سنين ويجي في السكه نص عليا ونص عليه. انت مش سالك يا عم رامي على فكره. يا عم دي فرشه السكه بس عشان يقول انا سبت الحبه بتوعي. جرى يا جدعان، هو انتوا عاملين لي سندوتش في النص ولا ايه؟ عيب، انت مر ما تتاكلش يا معلم رامي. بقول لك يا سعيد، ادي المعلم رامي 40,000 جنيه. كتير يا عماد. يا عم ما هوش وبنشيله من ورا دماغنا. انتوا بتغنوا وتردوا على بعض. يا عم شكله كده مش عايز يخلص، انا بتوكل على الله. يا سعيد يا سعيد، 64,000 جنيه هترجع لي منهم 40,000، يعني 24,000 حمامه طايرين في السماء، اصطادهم انا بايه؟ 64 عصفور طايرين، وما انا بقى برجع لك منهم 40 في العشه، يبيضوا ويفقسوا والجنيه بيجيب جنيه. بقول لك يا سعيد، عشان خاطر انا ازوده 5. ايه؟ 5 لا كتير يا عماد، كفايه 2. معلش 3 بقى هديه لاخوك عماد. يا عماد معلش بقى، نقول مبروك، نقرا الفاتحه. انتوا متربيين في مولد صح؟ لا متربيين سوا، وده بقى تمن العشره. ها تتكل على الله ولا ليك شوق في حاجه؟ يا عم ده سرح، يلا بينا نتوكل على الله. يا سعيد، هم اللي جوه 40,000 ناقصين 5 جنيه. ماشي يا سعيد.